الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن كنا تكلمنا عن العسل الجديد. شوفوا لونه كيف بدأ يميل للإحمرار بعد ما قمنا باستخراج زبدة السدر. شوفوا هاي زبدة السدر. طبعا فوائد زبدة السدر، ايش هي هاي زبدة السدر؟ زبدة السدر تسمى بريمة العسل أو ريم العسل. تفاعل، هي عبارة عن تفاعل أنزيمات العسل مع حبوب اللقاح وغذاء الملكات. يعني بمعنى أنت في مرعى أورجانيك، يعني عندنا نحن المرعى اللي عندنا أورجانيك في ما يعادل 80,000 شجرة، آلاف من السدر، وكلها أورجانيك، يعني ما يستخدم أي رش كيميائي في هذه المنطقة. فهذا لا يقارن بأي مكان ثاني. يعني العناية اللي معتنين بالأشجار هنا مختلفة جدا. فإذا الريمة هي تفاعل أنزيمات العسل مع حبوب اللقاح وغذاء الملكات، مما يخلي العسل أبيض. يعني افتح الحين الصندوق هذا، شوفوا الحين بعد ما خفت يعني قمنا بالتصفية قليلا، نحن نقدر نصفيه نخليه يرجع. يعني شوفوا بدأ يحمر. شوفوا الريمة هاي ما زالت، هذه في الدرام. هذه الريمة راح نسحبها، يعني هي كل يوم ترغي وتزيد وتزيد، ونحن نسحبها. لكن في النهاية لما نريد عسل صافي نبطل هذا محمر تحت. شوفوا هنا، نبطل هذا وينزل عسل. لحظة شوي، ما في داعي. جيب حاجة بسيطة. أيوة بطل، بس كافي خلاص سكر. هات العسل فوق، شوف، جيبه فوق. شوفوا العسل ذهبي يميل إلى الحمرة، هذا بدأ يحمر. إذن نرجع إلى فوائد الريمة وفوائد هذا النوع من العسل، لأن هذا العسل أورجانيك. يعني أنت لو تفحصه، أنا أتحدى أي مؤسسة في دولة الإمارات وأي مختبر يختبر ما يلقى أورجانيك. لكن نحن دائما نعرف أن العسل السدر يكون فيه نسبة السكروز مرتفعة، فيحتاج إلى وقت حتى ينزل إلى الصفر. وراح أوريكم عندي عسل حولي أيضا فيه الريمة. ليش؟ لأن نحن نستخدم النحل البلدي. أول شيء فوائد الريمة، قلنا هو عبارة عن الريمة أو زبدة السمر، زبدة السدر. هذه هي عبارة عن تفاعلات لأنزيمات العسل مع حبوب اللقاح وغذاء الملكات. النحل اللي عندنا نحل مكة والمدينة والطائف والغنامي الأسمر والغنامي الأصفر، وعندنا ملكة من الرستاق، وعندنا النحل السقطري، وعندنا النحل الظفاري. يعني هذه السلالات الأصيلة أنا مداخل بينهن البين، يعني أقوى خلايا أربي منهن ذكور في الخلايا كلهن. يعني أختار لي من السقطرية أقوى 3 خلايا مثلا، أربي هنا ملكات وهنا أربي ذكور. عرام المدينة المنورة اللي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر أبرك نحل على وجه الأرض. وأما النحل السقطري فيعتبر أأصل نحل عربي على وجه الأرض. ليش؟ لأنها جزيرة ما يوصلها النحل. نرجع إلى فوائد فوائد زبدة السدر. الفائدة الأولى نحن قلنا أنها تفاعل أنزيمات العسل مع حبوب اللقاح وغذاء الملكات. الفائدة الأولى مفيدة لصحة الجسم بشكل عام، تتميز بفوائدها. مثلا أول فائدة نقول الفائدة الأولى هي تقوي صحة الجسم، يعني تعطيك نشاط وقوة وممتازة للأطفال. ثاني شيء دعم الهضم، الجهاز الهضمي عندك ضعيف، يعني تاكل أكل ما يتهضم معدتك، بعد الأكل تأخذ ملعقة عسل أو مع الأكل راح تلاحظ أن الهضم صار عندك قوي. تقوية المناعة، وهذا أمر مهم يا جماعة الخير، هذه دراسة علمية مش كلام فاضي. ادخلوا الانترنت
وشوفوا الدراسة اللي مكتوبة عن ريم العسل أو زبدة، اسمها ريم العسل، اكتبوا ريم العسل أو الريمة البيضاء لعسل السدر وقروا عنها. تقوية المناعة، واحد مناعته صفر ما يقدر يطلع من البيت، طيب كيف نعالجه؟ نعالجه بريم العسل، مثل ما الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب. وشفتوا انتم الفيديو اللي عالج حالة سرطانية ومنهم واحد ألماني. ثالث شيء مكافحة العدوى، مثلا في عدوى منتشرة مثل الزكام، مثل أمراض خطيرة حتى ولو كانت خطيرة، الله يقول فيه شفاء للناس، خلاص انتهى الموضوع. إذا الله كاتب لك الشفاء وانت موقن على كلام الله، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، بمعنى هذا مختلف ألوانه، هذا مختلف ألوانه، هذا مختلف ألوانه، هذا مختلف ألوانه، هناك العسل الأبيض مختلف ألوانه، الأسود العسل هناك مختلف ألوانه، الأعسال اللي تشوفونها هناك مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس. إذن مكافحة العدوى وتقوية المناعة، هذا يكون مناعته زيرو، مثلا هذا الشخص يكون مناعته زيرو، هذه المادة لما تكون بكثافة في العسل تبقى في العسل، حتى ولو احمر ورجع وصفينا وبيرجع احمر مثل ما تشوفون، راح يكون ممتاز. هذا شمعة مثلا نفس النوعية. إذن مكافحة العدوى، تعزيز الصحة الجنسية، واحد عنده ضعف جنسي ممتاز للضعف الجنسي، هذا العسل يقوي يعني القوة الجنسية عند الإنسان وعند المرأة أيضا. كذلك يعالج مثلا لو في تشوهات في الحيوانات المنوية يعالجها. دعم صحة القلب، وهذا أمر مهم. قلب الإنسان، يعني إنسان بدون قلب يموت لو يتوقف قلبه، يعني دعم صحة القلب. وكذلك دعم الجروح، يعني لو عندك جروح في جسمك وتاكل من العسل السدر أو تطليبه الجروح يبرأ بسرعة ولا يترك آثار. لا، والنقطة الأخيرة، لا يخلو أي عسل من شمع النحل، يعني هذه المادة داخل، تشوفون البياض هذا، هي ريمة العسل أو زبدة ريمة السدر أو زبدة السدر مثل ما نسميها، لكن فيها شمع. ولو تلاحظون هذا شمع على الأطراف هنا، شوفوا الشمع على الأطراف. إذا الشمع موجود. الشمع إيش يسوي؟ يغلف لك المعدة، يعني العسل يدخل يعالج المعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، يعني كل أمراض النجينة سبب المعدة، سبب الأكل، التخمة، زيادة الوزن، عدم الاهتمام بالغذاء بالشكل الصحيح، عدم الأكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حسب ابن آدم من الطعام لقيمات يقمن صلبه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا العسل عسل نادر، يعني أنتم المفروض هذا العسل ما تفوتونه. هذه زبدة السمر نحن راح نختبر فيها لإيش؟ للمسابقات العالمية، يعني راح إن شاء الله نشارك. حاليا بشركم راح نشارك في معرض الذيد، راح يبدأ معرض الذيد من 3 إلى 9 في منطقة الذيد تابع لإمارة الشارقة، وحاطين جوائز على اللي عنده عسل بيحطه، يعني بيعرضه. لكن نحن هذا عسلنا ما حصل فرصة للسكروزة ننزل، وأسأل الله نحن قاطفينه تاريخ 8 ونحن اليوم في بكرة في 27، يعني صار له 20 يوم. زين، يعني إن شاء الله ممكن ينزل. لكن أنا أتوقع، أنا دائما الأعسال خاصة عسل نحن قطفنا قطفة عسل اللي يعالج السرطان، هذا مستحيل أنا أطلعه قبل 4 شهور 5 شهور إلا يوصل زيرو. مثلا هذا موجود عندنا عسل اللي يعالج حالات سرطانية واللي هو الشفائي ألف، هذا حولي، يعني خلاص، يعني ما شاء الله جاهز، يعني شوفوا اللون،
هذا جاهز وما في سكروز، نسبة السكروز فيه صفر. عندنا عسل بوريكم نفس المادة، اللي هو البي جريد. في A جريد وفي B جريد. لو لاحظتم اللي عندهم أمراض الخدج، هذا عسل سامر عفوا، عسل درجة B جريد، هذا هو تشوفونه، هذا B جريد شفائي درجة B جريد. هذا يعالج اللي عندهم الخدج وعندهم أمراض في الأعصاب وعندهم، ويمكن واحد مصري يتكلم عن بنت من بناته ما كانت تمشي واصبحت ما شاء الله تمشي وتتحرك وتقوم، وكانت ما تقوم الا بمساعده، الحين تروح الحمام وترجع. هذا كله بيجريد عندنا. في اعسال عندنا صار لها 10 سنين، يعني هذه الاعسال مخزنه عندنا من 10 سنين. يعني انا احب اخزن، شوف هذا العسل مخزن صار له 10 سنين. شوفوا حبوب اللقاح فيه والحبه السوداء. هذا الاعسال ايضا درجه ألف. شوفوا تاريخ الانتاج 23 الى 25. عسل شفائي درجة أولى يعني A جريد. هذا يعالج السرطان. واحد ألماني دكتور عالجناه، وكثيرين من المرضى تعالجوا من الذئبة الحمراء، من أمراض عديدة جدا. فأنا اللي أريد أوصل له، شوفوا مثلا هذا عسل فيه زبدة السمر، زبدة السدر عفوا. السدر لا يقبل الخلط، يرتفع على طول فوق، هذا السدر. لكن الزبدة هل تتغير؟ ما تتغير. الحين نفك الغطاء مثلا، نفك الغطاء، فك الغطاء. شوفوا انا بصب السدر هنا، خليني اشوف ينزل. شوفوا شوفوا، مستحيل تنزل زبدة السمر، راح ينزل السدر فقط. نزل السدر، اوكي، هذه زبدة السمر موجودة. شوفوا الكثافة، شوفوا الكثافة من تحت موجودة. طبعا راح يكون فيها نسبة من العسل السدر موجودة، يعني مهما حاولت راح يكون، لأن أصلا هي داخلة في السدر. النحلة ما ترعى السدر بس لحالة، يعني في المرعى يعني تنزل 99-90% على السدر، لكن 10% في زهور أخرى. يعني شوف السدر الحين قاعد يصب لين تبقى زبدة السمر، زبدة السدر عفوا لحالها. فشوفوا هذه زبدة السدر. إذن الكلام اللي أنا قاعد أقوله لكم صحيح 100%. شوفوا هذا فوق الأحمر، يعني من هنا راح يكون سدر، راح يرتفع، تبقى زبدة السمر هنا زبدة السمر كاملة، زبدة السدر عفوا كاملة. هنا زبدة السدر شوف وين مرتفعة فوق. يقول لك والله لما أشوف العلامة هذه معناتها أن العسل هذا غير صحيح. لا يا أخي، أنت ما معناتها لا تقرأ ولا تفقه في العسل شيء ولو كنت نحال. هذه معناتها أن العسل من العيار الثقيل. شوفوا حمارة كيف، وشوفوا هذا كيف. الحين خلونا ننتقل إلى العسل الحولي، عسل العام. هل فيه زبدة السدر أو ما يسمونه بعض الأخوة المصريين؟ تفضل هذه موجودة زبدة السدر، ولكن جيب ملعقة أو صب من تحت، صب حتى القوطي، صب من تحت، صب داخل القوطي. هذا شوف لون العسل أحمر، هذا حولي. شوفوا إخواني، عادي يملا ما في مشكلة، بعدين بترجع بالله. سكر، هات سكر خلاص. تفضلوا أحبتي. هذا أحمد. حبوب اللقاح سمر، حبوب اللقاح الزهور المحمية. عندكم كوكتيل زهور المحمية، شوفوا ما أجمله. يعني الكوكتيل يعتبر مرو. المرو خالط كثير من أنواع الزهور، فبالتالي شفائي من العيار الثقيل. عندنا هذه الخلطة، يعني باقي منها كم حبة، يعني راح نجيبها إن شاء الله المعرض. مسمينها خليك أسد. عبارة عن سدر مع خلطة خواص فوائد منتجات النحل.
وهنا خليك أسد، يعني خليك أسد، خلي الرجال يعني ما شاء الله القوة الجنسية عنده قوية وعنده قوة هائلة يعني. هذه كل ما تنتجه النحلة من الطبيعة موجود داخل هذه الخلطة. الرويال جلي موجود، البروبلس موجود، الشمع موجود، العسل موجود، السدر، كل شيء موجود ما عدا سم النحل. أما كل ما تنتجه النحلة من الطبيعة موجود داخل هذا. وفكثير من الناس نزلوا فيديوهات عندنا وتأكدوا منهم. شوفوا وشوفوا أيضا من عسل السدر الكريمي. هذا عسل السدر الكريمي من أروع ما يكون، طبعا يعتبر من أعسال المرو ولكن غالب عليه طعم الكريمي. يعني إنتاج 2021، يعني عمره 4 سنوات حولي. يعني تخيلوا، شوفوا حبوب اللقاح وين، شوفوا. فإذا نحن الأعسال اللي عندنا أعسال من العيار الثقيل. يعني مثلا هذا العسل صار له فوق ال10 سنوات، فوق ال10 سنوات. يعني في عسل عندنا قديم، عندك العسل الزهور الصيفي الأبيض. في بعض الناس تفكر هذا، لا يا أخي، يختلف عن عسل اللي يسمونه في السعودية يسمونه عسل يا أخي له اسم، يبيعونه ب1000 درهم تقريبا. نحن ما نبيعه ب1000 درهم، نحن راح نبيع ب150 يعني الكيلو في هذه الفترة. هذا هنا في عسل جديد قاطفين اليوم وبدأنا. وين عسل مال الإكريت جديد؟ هذا عسل جديد إكريت، هذا خلاص، هذا ما ينباع، هذا يترك فترة طويلة لا تقل عن 6 شهور. مثلا عندكم عسل سمر، شوف لونه كيف صاير. أنا اللي أريد أوصله لكم أن الأعسال اللي عندنا من العيار الثقيل. وثاني شيء يعني عندنا أيضا عسل بطويق مثل ما تشوفون من المحمية، مقصوص من أوراق السدر، ما شاء الله. شوفوا. المهم نحن راح يكون بيننا وبينكم لقاء إن شاء الله قريب في مؤتمر في مهرجان الزيت، ونتمنى أنكم تزورونا في مهرجان الزيت. راح نبدأ من تاريخ 3. راح يعني يعطونا محل هناك، والحمد لله ما قصر الأخ زيد واللجنة المشرفة، يعني قايمين بعمل ضخم جدا وكبير جدا. وفي جوائز محطوطة للي راح ياخذ رقم 1 في الأعسال. لكن بالنسبة لنا نحن مظلومين بالنسبة للسدر. عندنا الحولي إذا قبلوه راح نفوز إن شاء الله، ناخذ الأول. السمر عندنا الحولي راح ناخذ الأول بامتياز، يعني ما عندي شك في هذا، لأنهم راح يفحصون أورجانيك، راح يطلع أورجانيك. نحن ما نستخدم أي مواد أو براويز مجهولة الهوية، ما نستخدم براويز مصرية، براويزنا غير، خلايانا سمكة 4 سنتي، نحلنا بلدي، في محمية، ممنوع استخدام المواد الكيميائية لعلاج النخل. حتى النخل ضربت السوسة نعالجه بالحرمل، نعالجه بأشجار أخرى يعني مرة، يعني الرشة. السماد العضوي نجيبه من مزرعة واحد من الشيوخ الله يحفظه، عنده مصنع، ناخذ من عنده، نشتري من عندهم عضوي، لأنه يستخدمون الشيوخ للمزارعهم الخاصة، لكن نحن نشتري من عندهم. فاللي أريد أوصل له أيضا عندنا إنتاج العسل الخل، راح نجيب من عسل الخل في مهرجان زيت، راح يكون في متناول الجميع. أقسم بالله العظيم كان بويا عنده انسداد في القلب، وبعد ما عالجناه بعسل بالخل، يعني فنيال الصبح على الريق مع شوية عسل وماي، وفنيال بعد الغداء بساعة، وفنيال بعد العشاء بساعة. خلال 21 يوم كان مقرر عليه يسوون له قسطرة. لما فحص الدكتور عبد الله النعيمي، وانتم تعرفون اللي كان رجل عميد ومن دكاترة القلب المميزين في دولة الإمارات، لما فحصه لقيه، شوفي، قال له كيف شوفيت انت؟
قال الله شفاني، يعني قال أنا ولدي خفت عليك من العين، ما حبيت أقول. فهذا مثلا عسل السدر الكريمي. خل، هذا خل الاي جريد. هذا خل الشفائي الاي جريد. عندنا خل السدر، عندنا خل الطلحيات، عسل السمر مع الطلح. شوفوا هذا العسل. شوفوا العسل السمر الحولي، شوفوا كيف، شوفوا ما يصب، ما يعني مش راضي يصب. هذا صار له 10 سنوات عندي، يعني انا احتفظ فيه. شوفوا هو الغراش هذه، هذا الشمع اي جريد، يعني علاج للسرطان، صار له 10 سنوات ما تغير. يعني نحن لو نريد نلعب اللعبة اللي يلعبونها الجماعة في العسال، ما بنحط العسل في مكان مبرد. يعني تعالوا شوفوا درجة البرودة. العمال طبعا كل واحد لابس قناع. شوف درجة البرودة عندي، يعني على النظام الألماني. تخيلوا الحين درجة البرودة 18، يعني أنت ما تروم تحط يدك هني، ثلج. فلما نحول الكريمي في 5 دورات في الدقيقة، أبدا ما يتأثر العسل، أبدا ما يتأثر العسل. شوفوا ما شاء الله. هذه يعني نحن هدينا وايدين من الناس، يعني نحن نعطي ونهدي الناس من العسال حتى يذوقوا. شوفوا درجة 94 رطوبة، 18 سيليزي، ده 0.3 الحرارة خارجية. ف يعني متوقع انه توصل الى 12.17. ف يعني المسألة منظمة مرتبة عندنا. نتمنى نشوفكم تبغوا هذه الأقراص الشمعية الجديدة، العسل الجديد هذا، العسل الحولي، أقراص شمعية. نرجو من الله أن الله يوفق الجميع ويحفظ الجميع. عندنا مثلا هذا العسل من أجود الأعسال، هذا عبارة عن عسل الطلح مع السمر وزهور برية. هذا طول عماركم إنتاج 23، من 23 24 و25، يعني حولين عمره. هذا هو العسل اللي زيرو سكروز، هذا العسل اللي الشافي اللي يعالج. لأن هلا الأولين يقولون عليكم بالعسل الحولي. العسل الحولي هو العسل الصح. فأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الخير والعافية. الحين عسل الغاف يجمد، اللي يقول لك ما يجمد عسل الغاف هذا ما يعرف شيء. عسل الغاف شوفوا هذا العسل، عسل غاف جامد غادي حصاه. ليش جامد؟ لأن عسل غاف فيه راك. ترى الراك والغاف يتصادفوا مع بعض، وعسل الراك شفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما يجمد العسل هذا غلط أن نصبه نحن هني، المفروض نصبه في غراس مثل هذه، حتى إذا جمد يود، حتى إذا جمد نحوله. مثلا هذا النوع من الأعسال شوفوا جامد. عسل شهد سدر طبيعي. تخيلوا هذا كم عمره، كم تاريخ، يعني ما اشوفه، لكن هذا لا يقل عن 10 سنوات عمره. شوفوا كيف تغير شكله. افتحها. شوفوا كيف صار جامد. لكن تقول علوك. شوف تقول علوك. يا لحظة شوي يا ود، هذه أنا أريد حقي أنا أكل منها. شوفوا بسم الله الشافي، ولا أروع. يعني العسل ذاب، يعني ذوبه العسل، حرارة العسل لحرارة الراق. قمة هذا العسل. تقبلوا تحياتي وزورونا في معرض هذا راح يقام في هذا اسمه في اسمها المنطقة اللي في الذيت، في منطقة الذيت، تاريخ 9
راح ثلاثة من هذا الشهر راح إن شاء الله ننقل البضائع لهناك ونسلم بعض الأغراض. يعني شارك في جائزة المركز الأول. طبعا كنت أتمنى أن يكون عسل السدر اللي عندي هذا الذهبي أو الأصفر ياخذ وقته إلين يقلب أحمر ويباله وقت، يعني نطلع منه زبدة السمر كاملة، ولكن أمر الله غالب. المفروض أنهم يراعون، في ناس يقصون العسال ويحطون له مادة الأنفرتيز ويدخلها وخلاص. مثلا الأقراص الشمعية يحط له أقراص شمعية دائرية ويدقها 10 مرزوم، فبالتالي تعمل أقراص سريعة وشمعة كاملة. هذا كلام يعني هذا ضحكوا على ناس غيرنا. أنتم يا نحن محترفين في تربية النحل، مش هواه لتربية النحل، ومحترفين في تربية الملكات، ومحترفين في إنتاج الأعسال، ومحترفين في أوقات قص الأعسال، ومحترفين في زراعة الأشجار النحلية بجميع أنواعها، سواء الأكاسيا 500 نوع من أنواع السمر، مثلا الطلحيات، الكاليبتوس إلى آخره، زهور برية كثيرة جدا. فالحمد لله رب العالمين على نعمته وفضله. اللي يريد نقوله الإنسان اللي يشتغل في النحل بصدق ربي يبارك له، واللي يحاول يغش تأكد أن الله بينزع البركة منه وبيفضحها بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا ليس منا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. الله يوفق الجميع، ونحن محسنين الظن بإخواننا النحالين كلهم، لكن أنا دائما أحب أنصح: ابتعدوا عن الأشرطة الصينية، ابتعدوا عن المؤذيات، هذه كلها في النهاية راح تسبب لكم مصايب. شوفوا هذا الشمع كيف مختوم، انت مش على كيفك. النحل البلدي احيانا يترك فراغات. التختيم يعني انت يعني على اساس تسوي لك قرص او قرصين تاخذ الاول، هذا سهل. يعني شوف التشميع مشمع كامل، وهذه المنطقة ما لحق يشمعها، فقصيناه قبل ما يدخل فيه الداماس. اما اني انا لو انا عارف ان في جائزة مثل بالطريقة هذه كان حطيت خلية ودقيت، حطيت فيها 10 براويز حضنة، وهي أنا خلاياي 14 برواز دورين، الحين دورين رافعين دورين. يعني خلصنا الفرز العسل الشفائي الحمد لله، حصلنا 300 كيلو ونعمة من الله. يعني هذا الرزق من الله، رزق. العسل لما يكون ألوان، الله يقول شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، لكل سنة رزقها. أنت الحين رزقك كان مثل لما كنت طفل؟ لا، أنت رزقك لما كنت ملازم أول مثلا في الجيش مثل ما رتبتك الحين لواء؟ لا، رزقك زاد. إذن الأرزاق يقسمها الله تبارك وتعالى. كذلك العسل الله جعل له ألوان، مختلف ألوانه فيه شفاء للناس على حسب المناخ. من كان يتوقع أن الثلوج تنزل في المملكة العربية السعودية وفي المدينة وفي كثير من المناطق وفي الإمارات وفي بلقيس. الله يحفظ سيدي صاحب السمو أبو صقر، يعني حاكم رأس الخيمة، من أطيب الناس، عالم بمعنى الكلمة، عالم في جميع المجالات، وأنا أحبه محبة شخصية يعني، وأحب أجلس معاه واستفيد. الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وكنت أعرف والده الله يرحمه قبله، يعني كان الشيخ سلطان يرسلني له وأخلص يعني أمور خاصة بين أبو وولده. يعني الشيخ سلطان كان يشوف صقر القاسمي حسبة الوالد، يعني فيوصي على حاجة يبلغ بها الشيوخ الكبار. أنا يقول لي يا محمد شيل الظرف وصلها للشيخ صقر. فالله يرحمه كان يقرب بي ويقهويني، وريال دين خايف الله، والحمد لله رب العالمين. والله يا بسعود، سعود عالم وطيب، وتي عنده وتسولف وتقصر الدوب، كان قاعد عند واحد من هلك، وميلسه مفتوح للعرب،
هذا الشيخ اللي العرب يحبونه وصنع صنع ريايل، الله يحفظه ويحفظ اللي عنده من الجماعة، كلهم ريايل ونعم ما يردون حد أبدا. وريال فيه خير. والمعطي الله، بعض العرب يوميا عند الحاكم ويطلب شيء ولا يعطيه يزعل. ليش تزعل يا أخي؟ هذا حاكم الله حطه، يعني أعطاه حكم، قل اللهم مالك الملك، إذا الله رادلك على يده رزق بيعطيك إياه. ما الله قسم لك على يده رزق لا تزعل يا أخي، ادعي له بالخير، لأن ما الله كاتب لك رزق على يده. يمكن رزقك على يد واحد عند الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، يمكن رزقك عند محمد بن زايد رئيس الدولة، يمكن رزق يعني. لكن الشيخ سعود بن صقر كريم، يعطي وما يقصر ويساعد. لكن على قول الزايد له كلمة جميلة، وإن شاء الله بنزلكم الفيديو سمعوها بأنفسكم. قال ما يرضي الناس، ما يرضي خلق الله إلا الله، الناس ما يرضيها شيء ولا يقنعهم القليل. الإنسان يقنع بالقليل. مثلا لك حاجة عند الشيخ ما بيقصر فيك، لكن الإنسان يقنع. إن قال لك شيخ فالك طيب وعطاك اشكره، وما أعطاك اعذره، لأن الله ما قسم لك رزق على يده، معذور. فأرجو أن يكون كلامي مفهوم يعني، وتفهمون أن الله سبحانه وتعالى له تصاريف. يعني نحن عندنا قوة هائلة، نستطيع نحصل على أي شيء نريده. يقول علي بن أبي طالب والله العظيم لا أخشى عليكم إلا من أمر واحد. قالوا ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال أن تتوقفوا عن دعاء الله، لأن الله قد ضمن الإجابة بقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. خلاص الإجابة مضمونة. لكن ربما يكون بلاء نازل من السماء ودعائك صاعد من الأرض رايح للسماء، يختلط يرفع عنك البلاء هذا إلى يوم القيامة. وقد تستجاب فورا، وقد تستجاب بعد 40 سنة أو 10 سنين أو سنتين. لكن في النهاية دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الله يقول في الحديث القدسي للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالحاكم والمحكوم لابد ينتبه لهذا الأمر، أن يبتعد عن ظلم الخلق. أنت الحين رئيس شركة، إذا ياكل عامل وتيملت فيه يميله، مثلا عنده ولد مريض وعالجته شلها لك يميله، لو تبع أروحه بيعطيك إياها لأنك انقضت فلذت كبده ولده. لكن لو أنت اشتريت واحد بالفلوس، جبته بالفلوس، طمعته بالفلوس وشغلته، هذا أول من بيسرك هو، لأن اللي أنت تشتريه بالفلوس راح يبيعك بالفلوس. فهذه يحطوها قاعدة. يومكم عيال الحمايل وعيال القبائل اللي فيهم خير ومعروفين ومذكورين وله ذكر وله تاريخ، وقالوا لكم إنهم محتاجين الشيء الفلاني، سواء كنت حاكم ولا سواء كنت رئيس دائرة ولا كنت وزير، ولا انظر للشخصية اللي قدامك، هذا منو، من أي قبيلة، من أي عشيرة، من رأس الخيمة، من أي منطقة في الإمارات. قبائل الإمارات كلهم منعم، ما فيهم قصور، لا بني ياس ولا القبائل اللي موجودة في البوفلاسة ولا القبائل القواسم، ولا كلهم منعم. يعني القبائل راس الخيمة كلهم منعم من أولهم لآخرهم، والفجيرة وعجمان ونعيم، والله 70 نعم بشيخ راشد النعيمي وكل الشيوخ ما بهم قصور. فلما تتيمن في عيال الحمايل باكر هم اللي بيوقفون عندك، أما اللي تشتريه بالمال يبيعك بالمال، واللي تشتريه باليمين خلاص ملك تروح أنت. هذا ما عندي وما عند الله خير ما أبقى. اللي حاب يتواصل معنا على 00971 50 90 90 715، ونستناكم في مهرجان المهرجان القادم اللي راح يبدأ إن شاء الله تاريخ 3 إلى تاريخ 9 في الذيد، في منطقة الذيد. وإن شاء الله أحط لكم الجوجل ماب لوكيشن لما نفتح المحل
ونضبط الأغراض. راح نبعث نرسل للجميع عندنا الأعضاء الجوجل ماب لوكيشن، اللي حاب يتفضل يشوف أن أعسالنا، يشوف أعسال إخواننا النحالين المشاركين. يعني مو شرط تاخذون عند أبو حمدان، خذوا عند كلهم موجودين ما شاء الله نحالين مميزين يعني. لكن كل واحد يقول له السبق عندي. على قولة شاعر والسابقة يقول في الشوط تظهر بيدها. محمد بن فطيس يقول السابقة في الشوط تظهر بيدها. فعلا السابقة تظهر يدها. والعسل العادل يعرفونه العرب، والعسل المايل يعرفونه العرب وبغشمه. هذا وسلامتكم، وتقبلوا تحياتي. أخوكم أبو حمدان، مؤسسة أنوار المدينة العسل نحن منتجاته. وإن شاء الله نتمنى أنكم تزورونا في المعرض اللي راح يبدأ من 3 إلى 9، وبعدين راح ناخذ استراحة ونروح معرض حتى من تاريخ 24 أظني إلين 29. وهل حتى تراهم عرب ونعم وهالكرم وهالطيب وهالأخلاق. ويوم تيهم عند عرب مرحبانيين يرحبوا بك وانت تسير، والذبايح ما توقف. كل يوم الذبيحة على واحد منهم، 3 و4 من النحالين، واللي موجود من المواطنين يحضر ويتغدى. يعني هذا صنع الريايل، وهذا الصنع اللي كان يوصي عليه زايد الله يرحمه، وهذا الصنع اللي يباه محمد بن زايد، الألفة والتقارب بين المواطنين وعدم التمييز. ونحن اخوان وسند، وهذه دارنا نحميها بارواحنا، ونحمي رئيس الدولة بارواحنا، وخاصة شيء زي صاحب السمو رئيس الدولة ولي عهد الأمين والحكام. ما نرضى في أي واحد منهم أن أي واحد يتكلم كلمة ولو كانت يعني تجرح واحد من الشيوخ، ما نرضى أبدا، بل نسوق أرواحنا فداء لهم، لأنهم هم اللي قدموا لنا شيء كثير. وعشنا عند زايد 32 سنة خدمة مع سلطان بن زايد، وكانت تحول علينا كل المقابلات. يعني والله العظيم أنا ما كنت أنام في اليوم يمكن إلا 3-4 ساعات، وبعض الأوقات أحصل فرصة راحة، وبعض الأوقات يكون علينا ضغط أضوي الساعة 3 في الليل وأوعى صلاة الفجر، وأروح الأنتر كنت ننزل وأدخل البركة الباردة، سونا وبركة باردة ثلج علشان أتنشط. 7:30 أنا في الدوام، 8 الشيخ سلطان موجود عندنا يقول وين محمد هاتوا قهوة، ويلا شغل إلين العصر. من العصر أروحنا مثلا صوب نشوف الخيول ونشوف بعض المناطق، وعقبها نمر على رئيس الدولة وسوالف عند رئيس الدولة إلين آخر، إلين يعني الشيوخ يسرون الله يحفظهم الله يرحمهم وسكنهم الجنة. مخوت سلطان ومخوت واليلسع عند محمد بن زايد واخوانه، وعند الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه، وعند الشيخ زايد الله يرحمه. مدرسة تعلمنا منهم الكثير من الأمور، أمور صناعة الريايل، معاني الريايل. الكذب نحن ما نعرفه، دخلنا بثوب أبيض وطلعنا بثوب أبيض، وغيرنا دخل بثوب أبيض وظهر بثوب أسود، من له فلوس. لكن في النهاية اللي ضرب سرطان واللي قطع وريلة واللي يا أخي المال الحرام لا ينفعك أبدا، لا دنيا ولا أخرى. عليك بالحلال ولو قليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آمنا في سربه ولديه قوت يومه فعلى الدنيا العفاء، وفي رواية فعلى الدنيا السلامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنت رزق بكرة مش أنت مسؤول عنه، ما دام عندك أنت في أمان ورزقك عندك وعيالك مطمئنين ومتعشين، الريوق باكر ورزق باكر الله بيجيبه، لا تخاف. ونحن اليوم الله منعم علينا برئيس دولة عبقري، جمع فكر زايد وخليفة وسلطان كلها في راسه، والشيء اللي سواه راح تندهش منه العقول. وصدقوني هذا الرجل رئيس الدولة راح يسجل اسمه في التاريخ، وهذا كلام نذكره من أبو حمدان. والحمد لله اللي الله يابلنا هزاع بن زايد بعد حياة طحنون الله يرحمه، ولا قصور في طحنون، لكن هذا حال الدنيا. لكن الله كرمنا بهزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان،
وشوفوا العين كيف صارت في فترة وجيزة. يعني توقعوا أن يعني العين بكرة تنافس حتى دبي في العمران وفي المولات وفي البضائع وفي الفنادق وفي أشياء كثيرة جدا. الرجل يعمل بصمت وبهدوء كما عودنا لما كان في وظيفته. ما أحب أتكلم أنا عن الوظيفة لأن الوظيفة مهمة جدا. يعني رجل يعمل بصمت وهدوء ويحب بلده ويحب أخوه الشيخ محمد ويسمع كلام الشيخ محمد وماشي على إرشادات رئيس الدولة. يقول له سووا كذا وسووا كذا وسووا كذا وعدلوا كذا وسووا كذا. أريد العين تطلع جوهرة. فعلا العين وين زايد مولود في العين. وإن شاء الله العين راح تكون زي ما سموها زي ما رئيس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة عاصمة المقابلات إن شاء الله بمجهود الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان الممثل الحاكم في المنطقة الشرقية. راح تكون جوهرة درة الإمارات. درة الإمارات ودرة عاصمة الإمارات أبو ظبي راح تكون مدينة العين. وعندنا التضاريس كلها الحلوة موجودة. ما عندنا بحر نعم لكن عندنا جبال وعندنا رمال وعندنا صحاري وعندنا مزارع وعندنا وعمان قريبة علينا وكل شيء قريب علينا والحمد لله رب العالمين. وأغلب القبائل الأصيلة موجودة هني وفي أبو ظبي موجودة في من بني ياس وغيرهم. لكن العين لها خصوصيتها الخاصة ولها محبتها الخاصة في قلوب الجميع. تقبلوا تحياتي أخوكم أبو حمدان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا ما عندي وما عند الله خير وأبقى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.